اللي ورايا ده من أجمل الجسور اللي في تبليسي جورجيا. Hello London, it's time to discover. وصلت أذربيجان. أحلى حاجة في بودابست إن في أماكن فيها شمس، زي دلوقتي انتوا شايفين انعكاس شمس على وشي. Guys, one of the best games in Paris Disneyland. So we are now almost finishing our tour to London Tower Bridge, and we've discovered. So that's what I've got. And it's seafood. So we got 2 toasts. Let me show Mariah what she got. She got octopus. So what was the best place you ever seen in Tbilisi so far? كل الأماكن الحلوة دي قبل ما اختارها صراحة ما كانش سهل أبداً إني أعرف أروح فين، لأنه أي مكان في أي بلد جديدة عليا مستحيل إني أعرفه لوحدي. هسأل، هتكلم مع الناس، بعدين قررت أنا هعتمد على حاجة تانية، النجوم. لا، مش اللي في السماء، النجوم اللي بيقيم بيها كل شخص راح فندق، مطعم، أي مكان وقال رأيه. وده خلاني أسأل، هو التقييم بالنجوم بدأ إزاي؟ ماريانا ستريك كانت أول شخص في التاريخ يخترع التقييم، وكانت بتقيم الفنادق بعلامات التعجب. لكن فضل في مجال المطاعم حيرة كبيرة، التقييم هيكون بناء على إيه؟ هل هيكون على الطعم ولا الخدمة ولا موقع؟ كل الحاجات دي كلها كانت أسئلة عند أي شخص بيفكر إنه يجرب مطعم جديد، لحد سنة 1900 لما أخين اسمهم أندري وإدوارد ميتشلن اخترعوا حاجة اسمها ميتشلن ستار. طب منين ميتشلن اللي بتعمل إطارات السيارات تدخل في مجال المطاعم؟ غريبة صح؟ تفكيرهم كان دايما أبعد من المنتج اللي بيصنعوه. يعني عشان أنتج أكتر من الإطارات لازم الناس تسوق أكتر، عشان الناس تسوق أكتر لازم يبقى فيه أماكن أكتر يشوفوها ومطاعم أكتر يجربوها. وعشان يدوا الموضوع شهرة أكبر قرروا إن هم عشان يتوسعوا بالفكرة هيدوا نجوم. النجوم دي هتكون لأصحاب المطاعم ما بين نجمة ل3 نجمات، وقرروا إن هم يعينوا نقاد محدش يعرف عنهم أي حاجة، يمكن ولا هم كمان يعرفوا بعض. كل واحد فيهم هيروح المطعم، هيجرب الأكل، هيكتب تقييمه وهيدفع الفاتورة، يعني الأكل مش ببلاش. وبعد كده هيجمعوا التقييمات، وبناء على الأغلبية هيدوا تقييمهم بالنجمة أو 3 نجمات. وكان نظام التقييم نجمة واحدة يعني مكان كويس تجربه وانت في طريقك، 2 يعني المطعم ممتاز وأطباقه كلها لازم تجربها. أما 3 نجوم فده معناه إن المطعم ده يستحق رحلة خاصة ليه، يعني هو في حد ذاته مكان تشوفه. وبمجرد إن المطعم ياخد نجمة فده بيعد مصدر فخر ليه وللشيف اللي موجود فيه. ومن أشهر الطباخين اللي أخدوا ميتشلن ستار هو شيف جوردن رامزي. الرحلة ما خلصتش هنا، الطباخ بيفضل بعد كل فترة يتم تقييمه تقييم الأطباق اللي هو بيقدمها، ولو في أي وقت قلت عن المستوى بتتسحب منه النجمة. نيجي بقى للفنادق. تقييم الفنادق هنا مختلف شوية. التقييم في الفنادق بيبدأ من نجمة ل5 نجوم، ولكن لحد النهاردة مفيش مؤسسة واحدة حوالين العالم حطت قواعد لتقييم الفنادق بشكل مطلق. ولكن المعايير الثابتة اللي بيتم تقييم الفنادق بناء عليها تبدأ بمستوى الخدمات، الراحة، السعر والموقع. ومهما اختلفت معايير التصنيف من بلد للتانية إلا إنه كل أجمع على إن 5 نجوم هو معيار التقييم. التقييمات مهمة، بس سيبوا دايما مجال لحاجة جديدة أو مكان محدش راحه إنكم تستكشفوه قبل أي حد. أشوفكم في حلقة جديدة من سبوتس.